ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن كلب الفئران الأمريكي أو المعروف بالرات تيرير. أولا، تاريخ النوع. بتنحدر سلالته من أمريكا، وبيرجع تاريخ السلالة لسنة 1920 تقريبا. ثانيا، شكل النوع. شكل مميز جدا، بيكون ودانه كبيرة وبتشبه ودان الفار. جسمه بيكون صغير وعضلي، شعرته قصيرة جدا. ألوانه بتتراوح بين الأبيض والأسود والبني. ارتفاع النوع بيتراوح من 25 ل 45 سنتي، ووزنه بيتراوح من 5 ل 12 كيلو جرام. ثالثا، استخدامات النوع. كان بيستخدم لصيد الفئران المدلل لمحاصيل المزارعين، وده سبب تسميته بكلب الفئران. وكمان كان بيستخدم في صيد القوارض زي العرس والأرانب. حاليا ما زال بيستخدم لنفس الأغراض، ولكن على نطاق ضيق، وعشان كده بيعتبر من الأنواع النادرة. رابعا، سلوك النوع. كلب ذكي ووفي وطاقته عالية جدا، منتبه طول الوقت، بيتعلم بسرعة كبيرة، محب جدا لعيلته. خامسا، رأي الشخص. بالرغم من الحجم الصغير للكلب، ولكنه مش سهل الاقتناء والتربية، والسبب في ده انك لازم تديله حاجة يعملها بسبب طاقته العالية، نظرا لتاريخه في صيد القوارض. من انواع الكلاب اللي تنفع كلاب تنبيه للخطر بس مش حراسة. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.